انت متخيل ان في ست حرقت 420 الف جنيه في الفرن؟ يعني الست دي حرقت نص مليون جنيه في الفرن. في يوم من الايام كان في شخص معاه 420 الف جنيه وعايز يخبيهم من مراته ومش عارف يخبيهم فين، وعمال يسأل نفسه يا ترى اخبي ال 420 الف جنيه دي فين؟ اخبيها من مراتي في اي مكان في البيت. فجات له فكرة جهنمية لكن طلع غبي في الاخر انه يخبي ال 420 الف جنيه في الفرن. طب حطهم في بنك او حطهم تحت السرير او حطهم في اي حتة تانية؟ لا، الراجل ده جه في دماغه ان هو يحطهم في الفرن، لان الراجل ده بكل بساطه قرر ان هو يحطهم في الفرن لان المكان ده امن ومحدش بيجي عند الفرن كتير. شكله كده مراته بخيله ومتعملوش اي حاجه في الفرن، وبالفعل جاب ال 420 الف جنيه وخباهم في الفرن. وتاني يوم يا صديقي الراجل ده رجع من الشغل لقى مراته محضره له صينيه بطاطس معموله في الفرن. واكيد طبعا انت عارف كده اللي حصل للفلوس. الست دي عملت صينيه بطاطس ب 420 الف جنيه، واعتقد دي اغلى صينيه